هوزع البضاعة واكلمك اول جيزة باذن الرحمن. بقول لك ترمبة جنبك. طب هاتوا ترمبو حبيبي. هو الدولار عامل كام النهارده؟ الاخضر الغدار. ياد لو انت اللي خربت الاوزون فاحنا اللي لحمناه. لا ما نستغناش. سلام. بعد اذن حضرتك، يعني هو اللي كنت بتكلمه ده يبقى دونالد ترامب بتاع امريكا؟ امال دونالد دك بتاع ميكي؟ ايوه بتاع امريكا. ده انتوا صحاب بقى على كده. جوز اختي لازم. وبيجي لكم البيت؟ بقول لك جوز اختي، يعني فاهم خالي يا جدع. ونعم النسب. وهو بقى الاستاذ ترامب ساب البيزنس بعد ما مسك امريكا ولا ايه؟ ما تيجي سكه ودغري يا ابو الصحاب. مصلحه ولا ايه؟ لماح وكلك نظر. الا اسم الكريم ايه؟ حلمبوحه. حلمبوحه؟ يعني انا لو ناديت لك قلت لك يا حلمبوحه مش هتزعل؟ اسمي يا اخي حلمبوحه ملك الرفرفه. وانا الكابتن عزوز، وليا في الرفرفه برضه. عندي طياره صغنططه كده اسمها الفريره. بس انت باين عليك راجل مجدع وابن بلد ما قلنا سكه ودغري. يعني لو توصي الاستاذ ترامب علينا يشوف لنا اي شغلانه بالدولار كده نفك بيها زنقه حضرتك. حبيبي ده انا وقعت من السما وانت استلقتني. ده انت زبون لقطه. جرأة يا ترامبو، أنا عمري فشلت عليك في حاجة يا صاحبي. بقول لك هوزع البضاعة بطيارة، يعني هنعلم على العيال الموزعين التانيين، وبتاعتنا هتوصل للمحلات قبليهم. أنت بس كلم التجار وفهمهم إن أنا هدلدل لهم البضاعة من فوق. طب سلام دلوقتي عشان في حد جاي. كنت بتكلمه صح؟ هو. طب ما كنت تدهوني يا عم اسلم عليه. قطع البعيد. ترامب ده اصله ما يجيش من وراه حاجه غير المشاكل. طب هو بشعره ده هيجيب خير منين؟ وايه الشغلانه اللي هنعملها معاك بقى يا استاذ حلمبوحه؟ انا كنت خارج من مؤتمر قمه قريب هنا، ولقيت لك عم ترامب بيدق عليا. تت نهايه الشريط قصدنا اخلص له مصلحه عندكم هنا في الجيزه. انا سمعتك بتقول له حاجه كده على الاوزو. تقصد الاوزون؟ ايوه. المنيل لعب بالغلط في زراير الاسلحه البيولوجيه، فخرمت الاوزون فوق زيزينيا مول اللي في الجيزه ده، اللي في شارع الهرم. عليك نور. وخرمين تانيين في رمسيس، وستة في العتبة، وثلاثة في ميدان الجامع. بهدل الدنيا. بس دي مهمة سرية يا جدعان. علشان كده بقى جاي فرداني من غير لا حرس ولا بتاع يعني. نعمل ايه بقى؟ بس الخدمة دي مش هسهلكوا ابدا، وكله بحسابه بالدولار يا باشا. احنا عنينا ليك يا خواجه. انت محتاج الشنطة اللي معاك دي كلها يا خواجة، ولا نرمي منها حاجة علشان الحمولة؟ دي البضاعة يا عم. ترمي ايه؟ قصدي يعني ادوات اللحام اللي هنلحم بيها اخرام الاوزون اللي متنطوره في السما عندكم في كل مكان دي. ده الشنط مليانين لعب وخردوات، هتلحم بيهم ازاي دول بقى؟ ال30 صندوق اللي على الوش دول فيهم 1300 بكرة خيط وإبرة. 1300 بكرة وإبرة واحدة بس؟ اكيد علشان تبقى ايد واحده اللي بتخيط الخرم، ما تخلفش في الغرزه يعني. عليك نور يا ابو الكباتن. طب بكر الخيط يا ترى لون السما ولا هنروح هناك نلاقي اللون خالف؟ جايب معايا خيط ازرق بدرجاته، من اول البيبي بلو لحد الدارك بلو. طب وبقية الصناديق فيها ايه لا مؤاخذة؟ كيوي؟ لا دول مواد لحام تانية عشان لو الإبرة والفتلة ما نفعوش. احنا طالعين نجرب حظنا بقى. معايا مكنة لحام وبكرة أسدير ومسدسات شمع وشوالين اسمنت. هو اسمنت ليه؟ انت ناوي تعلي دور في طبقات الجو العليا ولا ايه؟ عشان لو معرفناش نلحمه نسده. لا ما ينفعش، والناس تبص من تحت بقى تقول علينا ايه؟
ما عرفوش يلحموه قاموا مليسينه. ما فاتتش عليا دي بردك. جبت معجون ستوك وبوهيه وهبعت اجيب 2 نقاشين. بالك انت الخدمة اللي بتعملوها لي دي غير انها هتنقذ العالم. ياه، للدرجة دي؟ بقول ايه يا عزوز؟ تعال عايزك في كلمة. يا عم انا بقول لك الواد ده مش تمام. يا عم سيد ما تخليش الحقد ياكل فيك بالشكل ده، علشان انا جايب شغلانه بالدولار يعني تعمل كده؟ ما شفناش حاجة تحت الحساب ولا اي امارة يعني. هو قال لي هنخلص الشغل فوق وينزل يسحب من الاي تي ام. خليك وياك كداب يا سيدي. احنا هنعرف قرب الهجوم فين في الضلمة دي. اظبط نفسك انت فوق مول زيزينيا اللي قلت لك عليه ده وانا هقول لك. احنا فوقيها اهو. طب تمام، خد يا ست نعناع الابره والفتله دول وخيط لنا هنا في الحته دي. اخيط فين؟ ده هوا. ما اللي معاك دي ابره هوا. وانت يا دي هيص هات جردل الميه بصابون وعدي على الحتت اللي بتخيطها نعناعه دي، ايه بقى ان شاء الله؟ علشان لو في حته مش متقفله كويس هتلاقيها بتنفس هوا، فانت تعدي عليها كده بشويه ميه وصابون. بقللت يبقى منفسه، ما بقللتش تبقى كويسه. الله ينور عليك. وانت يا كابتن عزوز عدي بايدك كده وراهم عشان لو في اي حاجه مقبقبه ولا خيط يعني باين. مراقبه جوده يعني. ما انت الريس يا كبير. نعناع عيدي على الحته دي تاني، ها مش متقفله كويس على فكره. طب ما تشدش انت من عندك عشان الخياطه ما تكشكش. مجانين دول ولا ايه؟ بتقول حاجه يا خواجه؟ ما نتحرمش، بس ركزوا انتوا في الشغل الله يكرمكم. انتوا بتعملوا ايه يا ابني انت وهو وهي؟ ايه رايك يا عم سيد؟ ده عاشر خرم اوزون نقفله. وفين حلنبوحة بتاعك ده؟ ده باين له نزل بالحبل وهرب ولا ايه؟ كروديات. يبقى يا عم سيد ما احنا كنا مركزين في الشغل يا عم وما خدناش بالنا. وبعدين ما تخافش انا معايا تليفون. هات التليفون ده بسرعة، خلينا نشوف حد من اهله نتصل بيه نعرف عنوانه. يا عم سيد بقول لك معايا تليفونه، يعني رقمه مش العدة نفسها. احنا نروح السفارة الأمريكية ونشتكي هناك. ما هي ناقصه غباء بقى. اكيد يعني مش هيروح على السفاره، ده هيطلع على المطار ومنه على امريكا على طول. المطار؟ مش انت لقيته في مطار امبابة يا عزوز؟ ايوه. يبقى اكيد رجع عشان يركب من هناك تاني. يلا بينا يا جماعه. انت بتستكردني؟ انا الكابتن عزوز وتقول لي رايحين نلحم الاوزون؟ مش خدت نمرة عم ترامب؟ وكلمناه قلنا له مش هنسيبك الا لما يجيب الدولارات ويجيب حقنا. Hello everybody. الله، ده ترامب بجد. هلو يا خواجه هلو. كده تكسفنا مع الراجل يا عم سيد. فك 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 استاذ حلنبوحه بسرعه بسرعه. أنا سمعت الخبر جيت على طول علشان أنقذ أخو my wife. يا عم ده باين عليه متنكر ده كمان. طب فين الفلوس؟ عيب بقى يا عم سيد. الفلوس هتوصل لكم لما أخد هلمبوها وأطمن إننا سيف. حقك يا خواجه. يلا هلمبوها حبيبي. يلا يا عم ترامبو. انت هتسيبه يمشي تاني؟ سيبه يا عم سيد، هنعمل بيه ايه يعني؟ انت فاكره هيبعت حاجة؟ طب حق اللف والبنزين اللي سحال ده بيهم طول النهار دول على مين؟ يا عم سيد انت بتتعامل مع اقوى جهاز مخابرات في العالم. ازاي بقى يا اخويا؟ انا خدت حقنا من فلوس البضاعة اللي كانت معاه من غير ما ياخد باله. بص يا عم سيد لقيت ايه؟ صورة لجد وجدك وهم عند الترزي. هو فين الترزي ده يا اذكى اخواتك؟ اهو بياخد المقاسات اهو وبيركب لهم زراير كمان. زراير؟ دي نياشين عشان عملوا اعمال بطولية. نياشين؟ طب والنياشين دول يعني الواحد يعمل له كام كده؟ 10 جنيه مثلا؟ لا الواحد دلوقتي مش اقل من 15 جنيه.
ايه ده؟ دي رسالة من جدي يا عم سيد إلى حفيد الغالي عزوز. إذا لقيت الجواب ده يبقى أكيد لقيت النياشين الأولانيين، بس علشان تلاقيهم لازم تعرف إن أنا وجد عم سيد عملنا إيه علشان يكرمونا بيهم، وساعتها في إيدك القرار. جدك عزوز الكبير. ملاحظة علشان تعرف اللي حصل: امسك النشان الأزرق وحفيد عم سيد النشان الأحمر وارفعوهم لفوق واعطس هاتسي هاتسي. جرب كده تاني يا عم سيد، بس من غير الرذاذ اللي بيطلع من مناخيرك ده والنبي. هاتسي هاتسي. هاي هسلر، هاي هسلر، هاي هسلر، هاي هسلر. مش ده شارلي شابلن ده ولا ايه؟ لا، ده شبه الواد هيصة بغبائه، والست دي شبه نعناع. قائدة فيلقوء التغذية بالحقب العالمية التانيو الكومندانو نعناعو. إيش بندن لتر إكفاين باين هرب عالمية. يلا مش مهم. كابتن عزوز شتيجر، كابتن عم سيد جلادبخ، نرحب بكم في الاجتماع، اجتماع الطاولة المستطيلة. الطاولة منورة بأهلها يا كبير. قلت لي بقى اسم الكريم ايه؟ هاي هسلر. هاي هسلر. هاي الهسلر. اختراعكم للفهريرة هيخلينا نكسب الحرب في وقت أقل مما كنا نتوقع. تقصد الفريرة ولا الفهريرة؟ الفهريرة أو الطائرة الفهريرة هي اللي هتخلي ألمانيا تحط على أعدائها وتسيطر على العالم، وده طبعا بمساعدة دول المحور. اوبا، لا ده زايد واكتوبر دخلوا الحرب يا عم سيد ولا ايه؟ يا ابني احنا في ألمانيا. ما هو بيقول لك اهو دول المحور، يقصد يعني 6 اكتوبر والشيخ زايد. كابتن عزوز شتيجر، أنا مش فاهم كلامك. دول المحور يعني ألمانيا وإيطاليا واليابان. ما ينفعش يا كبير الكلام ده. اسألني ليه؟ ليه عزوز شتيجر؟ علشان المحور كله قفل خلاص، مساكن بقى وكومباوندات ومولات، المنطقة كلها بتشغي بني آدمين يا باشا. الصراحة في دي عزوز عنده حق. عايز تجيب ألمانيا وإيطاليا وبتاع اليابان كمان وتحشرهم فين بقى على المحور دول؟ بيقولوا بيبنوا لنا مدن جديدة على الصحراء اليومين دول، ابقى قدم بقى واحجز فيها. كابتن عزوز شتيجر، كابتن عم سيد جلبخ، انتم ظرفاء قوي قوي قوي. ان كنتم فاكرين ان بالطريقة دي تقدروا تهربوا من الحرب، يبقى هشيل راسك احطها مكان راسه، وراسه احطها مكان راسك. الطيب احسن يا هسلر باشا. شوف انت بس عاوز مننا ايه واحنا هنعمله لك. انا عايز اطلع الخاين اللي ما بيننا الاول. طب استأذنكم أنا، تقريبا نسيت المكوة مولعة. هروح أشد الفيشة واجي على طول. هاجي اوصلك يا عم سيد. ولا حركة انت وهو، اقبض على الخاين يا جنرال هاينز. الجاسوسة الفرنسوية نعنعوه. يسقط هسلر، يسقط هسلر، يسقط هسلر. اتش باين غاين هنج غاين بخ، حرب عالمية. اتش باين غاين بخ، سلاح فتاك غاين بخ، طيارات غاين فون ساي بولر فهريرة. اللي هو جدك ما قالكش نرجع ازاي بدل ما المجنون ده يموتنا؟ لازم نلاقي بقية الناشين الأول يا عم سيد. هوبا يا نهار، ده أنا كنت هنسى حاجة مهمة قوي. ايه؟ نعنعوه اللي قبضوا عليه دي ياهو رميت لي ورقة وهي خارجة. ايوه يا سيدي، الله يسهل له. اهي الورقة اهي يا عم سيد. خلص عليه قبل ما يخلص على العالم وعليك.
بس هو هتلر ده عرف انها فرنسوية ازاي؟ علشان اسمها نعناعو. اكيد بقى لو روسية كان هيبقى اسمها نعناعوتشي مثلا. ها؟ نصحى بدري علشان عندنا حرب الصبح يا جماعة. ودي حرب عالمية، دي يعني شهادة عالمية. طب في باص حضرتك يعني هتيجي تاخدنا الحرب ولا هنروح بايكار؟ لا، كله باي كار علشان ما نلفتش الأنظار. هاينز، انت هتحلق على الروس بالدبابات من هنا، هتلبهم وتجري، تدخل على الفرنسويين بالمشاة، تضربهم بالمدفعية، وبعدين تطلع على النمسا تدكها، وترجع بقى على ايه يا عم هاينز، انت هتحارب لوحدك ولا ايه؟ لا لسه، استنى بس. تطلع بقى على ايطالي، تجيب لي ربع جبنة رومي، وترجع بسرعة علشان نلحق نضرب الانجليز قبل ما يناموا. الله، قبل ما يناموا ليه؟ هي الحرب دي ما فيهاش شفت مسائي ولا ايه؟ لا، امال عالمية ايه وبتاع ومنزلنا من بيوتنا من بدري؟ ليك عليا عوضها لك الحرب اللي جاية يا كابتن عم سيبخ. احنا عاوزين البت الفرنسوية الخاينة اللي اسمها نعناعو دي نستجوبها طول الليل. بس كده، من العين دي قبل العين دي. اللي انت جات لك فكرة الاستجواب دي ازاي يا عزوز شتايجر؟ ها؟ بس بقى يا عم جلادبخ، علشان أودولف هتلر جاي هناك اهو. زي ما اتفقنا هو يا جماعة، استجوبوها حبة صغيرين علشان هي كمان لازم تصحى بدري علشان عندها تعذيب الصبح. لا، هنرجعها لك فايقة ما تقلقش. احنا كمان هنطلع بالفهريرة من بدري، نضرب طيارات، وبعدين ننزل نضرب دبابات ونغطس نضرب غواصات كمان ولا يهمك. يلا بقى عشان نلحق نهرب يا جدعان. انت بتقول ايه؟ انت بتتلكك ولا ايه؟ ما انا واقف ساكت من الصبح اهو. شكرانو يا جماعو عشانو انقذتني. اللي هي بتقول ايه يا عزوز؟ حد قالك اني بفهم فرنساوي يا عم سيد؟ طب احنا هنروح على فين دلوقتي؟ ايجيبتو، مصر. اهي دي فهمتها، بتقولك اطلع بينا على مطار امبابة. اتش باين جاينخ، بينا على فين؟ بص يا عم هتلر، انت احنا هنا دلوقتي في مصر، بلد الامن والامان، والدولة هتكرمنا النهاردة عشان خلصنا العالم من شرورك وبوظنا لك خطتك الجهنمية. واول ما ناخد النياشين هوب هنطير على هناك، هنرجع تاني يعني. مش هيفهمها دي. المهم العالم بره مقلوب عليك دلوقتي يا ابن الناس، والراديو جنبك اهو. اول ما تسمع انهم ادونا النياشين فك نفسك انت بقى، روح اشتغل لك اي حاجة هنا بالحلال. النياشين كلها اهي يا عزوز. طبعا مش هنبيع منهم حاجة بعد اللي شفناه ده. انت فين؟ انت فين يا كابتن عزوز؟ انت وعم سايب من الصبح. ولا يا هيص، انت جدك كان شغال على شواية يالا. الله الله، عرفت منين يا عزوز؟ تسديدة وكورة تمشي باتجاه المرمى. ياه وتتعاطف العارضة مع عم سيد وتنقذ مرمى من هدف مؤكد محقق. هو فين المؤكد ده؟ انت بتلاعب سوسن ولا ايه؟
ده سوسن هي اللي هتلعب بينا كلنا دلوقتي يا عم سيد. افتح التلفزيون وشوف. كما تؤكد هيئة الأرصاد الجوية أن الإعصار سوسن أجمل من إعصار ساندي بتاع أمريكا بكتير، وخط سير الإعصار هيبقى معادي تجمع مدينة نصر تحرير، يعني مناطق كلها مولات، فاللي ليه بضاعة يستعوض ربنا فيها، واللي نشر حتتين غسيل يا حبيبتي منك ليها الحقي لميها. يعني سوسن هتيجي محملة بضايع قد كده، موبايلات بقى وتلفزيونات وهدوم ولبس، كأنها نازلة تعمل شوبينج بالظبط. الحق اعدي على البنت سعاد بنت خالتي ونروح نبص في الاعصار على الباتش الكارينا اللؤلؤي، اصل كان نفسها فيه وبتدور عليه. وانا كمان كنت عايز شرابات فوق الركبه عشان تدفي الصدر، وبوستر لمحمد صلاح. شوف يا عزوز يا ابني، انا كبرت وكنت عاوز طقم خشاف. انا قلت هتقول انك كبرت وعاوز طقم اسنان، كبرت وعاوز طقم كلاسين يدفيني، لكن ايه علاقة انك كبرت بالخشاف؟ ولا ده على اساس انك كبرت يعني وخرفت؟ لا يا عزوز، يعني هو ايه علاقة الاعصار بالشوبينج اصلا؟ ما احنا هنروح نلم البضاعه الحيره الطايره ديت اللي بيجيبها الاعصار وهو جاي. والدنيا لما تهدى كده والجو يروح نبقى نطلع البضاعة بقى ونبيعها. احنا بس محتاجين حاجة نصطاد بيها البضاعة من الاعصار. لو على الصيد سهلة. جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا، وانا اصلي بحب الدوامه. انت حطيت طعم ايه في السنانير يا عم سيد؟ كله مطعم بجنيهات ورق. ده حليح. انت بتحاسب ميكروباص؟ دي قال لها ورقه بمدنه عشان نعرف نسحب بضاعه نظيفه. هتلاقي دلوقتي البضاعة اللي طالعة كلها صيني وتايواني، ده ان طلعت سليمة اصلا. الله الحق يا عم سيد، الصناره غامت. حصة اتشفط يا عزوز. جدع يا بنتي يا سوسن. اوعى بقى اوعى. جرى ايه يا جدع؟ جاي في ايه وسافرت في ايه؟ وما ريحتش عندنا ليه؟ ما تلاقي سوسن قرفت منه قامت رميهولنا تاني. طب بصوا بس جبت ايه من الاعصار؟ بوستر محمد صلاح اللي كنت عايزه، ونضاره هاي كوبي اصل نمره 1. يا ابني انت مش كنت عاوز شرابات كورة من اللي بتدفي الصدر دي، ولا ما عرفتش تجيبها؟ ما دول جبتهم ولبستهم في رجلي على طول. يا سلام، ده الاعصار طلع حلو قوي في كل حاجه. ولا يا حصة، الحركة اللي عملتها دي امان ولا ايه؟ اعتمد يا عم سيد ونط ما تخافش. ما تيجي يا عزوز ناخد لنا لفة في الاعصار. انت داخل سوق التلاتة يا عم سيد ولا ايه؟ ده اعصار يا جماعة، يعني كارثة طبيعية مش تهريج. سوق التلات بقى، سوق الجمعة، سوق الكارثة الطبيعية، اهي كلها اسامي ما تعرف بارد من حامي. بالاذن انا. خدني معاك يا عم سيد. مش هتيجي يا عزوز؟ لا روح انت يا نعناع، انا عندي شوية حسابات كده هقفلها واحصلك على طول. طيب فوتكم بعافية. الحريمي في الاعصار فوق يا نعناع، تحت رجالي واطفالي بس. قلت يلا بقى يا عزوز، ولا هتفضل كده لحد ما الاعصار يتشطب؟ ما هو انا ما ينفعش اسيب الطيارة لوحدها يا هيصة. والطيار الآلي شغال، وبعدين مش انت اللي قلت نطلع بمصلحة من الاعصار ونجيب بضاعة ونبيعها؟ انا قلت نجيب بضاعة مش ننط نجيب بضاعة. بشوقك وبراحتك. سلام. اتأخروا قوي. انا بص بقى يا عزوز، انا هنط عادي كده على فكرة، يعني هيحصل ايه يعني؟ ده الواد هيصة نط. وهيصة ده يعني ايه؟ صلصار؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا انا اكيد بيتهيألي. يا عم سيد، انت سامعني يا عم سيد؟ استنى يا عزوز لما اطلع من البروفة.
بقيس بس بنطلون ترنك وهبقى معاك حالا. هو في بروفة في الإعصار كمان؟ شوف ده كده يجي مقاسك. حلو ده، مفيش حاجة بقى منه رجالي يا عم سيد. عزوزي قولي إنه هون أحلى، ده هون ولا ديك هون؟ يعني أنا لو قلتلك إن ده هون أحلى من ديكاهون هترجعي ديكاهون يعني؟ ما تقلقش، أنا معايا فاتورة ده هون وديك هون، ومن حقي أرجعهم خلال 14 يوم من تاريخ الإعصار. والإعصار بقى هيفضل فاتح ومستنيكي. انت ناسية يا بنتي إننا داخلين على ويك إند وأجازات وأعياد. مش مشكلة خالص، اللي يجوا ضيقين عليا هوزعهم على بنات خالتي، بس يا رب بقى الكونتينر اللي جبته يكفيهم. انت خالتك دي مخلفة بنات بالكونتينر هي كمان؟ أمال إيه؟ أصل جوزها صيني وشغال في المينا. وسع وسع وسع. يا كان نفسي في عربية زي دي قوي. سرقت منين العربية الوحشة قوي دي يا هيصة؟ عيب عليك، ده انا جايبها من الاعصار. ودي جايبها تشغلها بقى ولا ايه؟ لا دي للاستخدام الشخصي والمشاوير القصيرة. ده على اساس ان مشاويرك القصيرة دي مهمة قوي يعني. انت يا ابني اخرك مامتك تبعتك تجيب لها كيس فول، تجيب لها ازازة زيت، تجيب لها برشام للصداع علشان تريح دماغها من زنك وهيصتك يا هيصة. عيل زنان فعلا. تصدق واحنا عند الست سوسن؟ عند مين يا اخويا؟ واحنا في اعصار سوسن يعني. الواد هيصة ده بقى يشبط في البضاعة ويقف يرفص عند كل زوبعة ويشد في الحاجة. يا تقولش واخدين معانا عيل صغير؟ ايه القرف ده؟ ولا حصل عيل حتى، ده قعد يلعب بالأسانسير لحد ما أمن الإعصار مسكوه وطلعوه بره. طلع بره من هنا مسكوه واقف بينقط الضافورة الراقصة. ما بس بقى يا عم سيد، ما انت كمان مسكوك لابس 7 طبقات فوق بعض ساعة ما كنت طالع من الجمرك. ولد عيب، انا كنت بردان. انتوا ليه محسسيني انكم جايبين حاجات من المنطقة الحرة؟ توك توك موديل السنة، معلق نمر منطقة حرة. قرب يا استاذ، قرب يا مدام، عربية موديل السنة اللي بعد الجاية. شنطة جلد نمر، محفظة جلد أسد. الأسد ملك الغابة، مدرسة الأسود فاتن الحلو، عقد بيع سلسلة محلات الحلو للرز بلبن. رز بلبن بالايس كريم. بس انتوا ايه؟ انتوا بتقولوا اي كلام على فكرة. الرز بلبن بالايس وبتقولها بثقة قوي زي ما تكون بتقول الباسورد بتاع الطيارة مثلا. انت حاقد علينا يا عزوز عشان ما جيتش بضعت معانا. ياه، فاتك البلاك فرايدي يا عزوز يا ابني. كان حتة بلاك فرايدي. ما هو كان خايف ينط الخواف. لا خايف ايه؟ لا طبعا، انا عامل حسابي على اعصار تاني خالص، كله حاجات رجالي بس، مش اعصار سوسن، اسمه اعصار سيد الخشي. شوف يا عزوز يا ابني، هو الاسم ما يطمنش. انت متأكد انهم قالوا الاعصار هيعدي من هنا؟ عيب عليك يا عم سيد، مش انا اللي دلتكم على الاعصار الاولاني؟ بس الاعصار ده جاي في صحراء، يعني لا هيعدي على مولات ولا يحزنون. يا ابني اعصار سيد مش سوسن. اهو الاعصار جاي هناك اهو. ادخل انت يا عزوز بقى، انا مش عايز ادخل الاعصار ده. خلاص روح انت يا زميلي واحنا هنستناك هنا. استنوا وشوفوا عزوز هيرجع لكم بايه.
ولا هو عزوز اتأخر ولا أنا بيتهيألي؟ تلاقي ابن اللذينة هيرجع بحاجات كتيرة قوي. غل ابن اللذينة. أهو جه أهو. حمد لله على السلامة يا عزوز. إيه؟ أنت جايب معاك ما خف حمله وغلى ثمنه ولا إيه؟ اعصار سيد الخشن طلع خشن قوي يا عم سيد. لا 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 لا، الاعصار طلع كله صبار وتين شوكي. الحقني بالملقاط يا هيصة. أبو حلاوتي. اريلاكس كده واركز وانتشلكم من الضياع. انتشلني يا اخويا وماله، انتشل سيدة حسناء قربت على 40 من الضياع. طب ما تخليك انت يا نعناع كده في الضياع زي ما انت، وانا هبعتلك حد يشقر عليكي ويشوف طلباتك كل شويه. اوف. شوف يا عزوز يا ابني، حب الناس كنوز مش بالعافية يا عزوز. انت بتجيب الجرأة منين تقول كلام الميكروباصات ده بصوت رزين كده؟ دي حاجات منتال بعملها في دماغي. يا عم سيد استنى بقى، خلينا نشوف هيقول ايه. اسمعوا يا جماعة، أنا عرفت إن المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج بيعمل فيلم أكشن جديد في هوليود ومحتاج فيه طيارات، فكلمتهم على الفريرة في إيميل وبعت لهم البرزنتيشن بتاعتها وقالوا لي هنرد عليك على السخان يا كابتن عزوز. هم قالوا لك على السخان؟ يا كابتن عزوز، ما هو أصل أنا براسلهم بالهوت ميل. بس ثواني كده، باين إنه وصل. لا ما طلعتش هوليود، دي الهولندية لإبادة الحشرات. ما تشوف كده، يمكن محتاجين طيارات رش مكافحة الدودة ولا حاجة. خلاص سكت. الإيميل جه أهو. اقرا لنا بصوت عالي بقى. يعني هتفهم يعني. دير كابتن عزوز. شوف كاتبين عزوز بالإيه. وهي المفروض بتبقى 3 كده يعني بالإنجليزي. تلاقي اللي كاتباها بنت سكرتيرة غلبانة، وعم سبيلبرج الله يبارك له عطف عليها وشغلها. كلنا بنعمل كده. سبيلبرج ده أصيل. We are not interested in your offer. interested يبقى جاي لك يا هوليود. دي بقى يا جماعة بيقولوا عليها هوليود ووك اوف فيم، يعني ممر الشهرة في هوليود. انت بتعمل ايه يا هيصة؟ بقرا لهم الفاتحة يا عزوز. هم مين دول؟ مش بتقول ممر الشهداء في هوليود؟ يا ابني هو انا بقول لك محطة الشهداء في رمسيس؟ ممر الشهرة يا غبي. Hey, could you please take me a photo, please? يا ده شكله المخرج باين اهو سبيلبرج. Oh yes, Steven Spielberg. لا بس انت شكلك غير الصور على النت خالص يا سبيلبرج. ما النت بيتخن 4 كيلو يا عزوز، معروفة. على فكرة يا باشا، احنا مش أول مرة نعمل أكشن. Who are you? فاين ثانك يو. بص يا سعادة الباشا، أنا مش عاوزك تقلق خالص. الفريرة دي في السماء حمامة، وعلى المية عوامة، وفي البحر غواصة. والراكع اللي سايق برضه يا باشا. بالك انت واحد ايده في العجل من صغره كده زي الكابتن عزوز، ده ما يتقلقش عليه. Who are you? ما قالك فاين ثانك يو. ما تضايقوش بقى يا جماعة بقى. And you? فاين ثانك يو. خلاص اهدى بس كده يا خواجه، ما يبقاش خلقك ضيق. سيبك من العيال دي وخلينا في الشغل. ايرو بلان موفي اكشن تيك اراوند. Okay, take a round. يعني نلف 1 راوند بالفريرة ولا 2 راوند ولا 3 راوند عشان كله بحسابه بس؟ As you like. As you like على حق ربنا، ولا ارتاجل وترجع بقى تعمل لي فيها مخرج وتقول لي لا انت ما التزمتش بالسكريبت بتاعك. Come on, it's none of my business. ايوه كده يا خواجه، عليك نور قوي. بيزنس از بيزنس. هو مش المفروض يبقى في حد يقول لنا هنعمل ايه؟ ولا يسيبونا في الطل كده؟ يا عم سيد ده سبيلبرج. عارف يعني ايه سبيلبرج؟ يعني ايه؟ سبيلبرج يعني ما تقلقش يا عم سيد. غريب قوي ان واحد يسمي ابنه ما تقلقش. ما هو ده زي صابر كده عندنا. ما تقلقش، صابر سبيلبرج الثلاثي. ايوه اسكت بقى، في علامة بترفرف هناك اهي على شكل علم امريكا.
مش شايف حاجة. يعني انا اللي شايف يا عم سيد؟ ايه ده بقى؟ اتاك اتاك. الفا 1 الفا 1. وسع كده بقى. بينهم بدأوا يصوروا وخوز وبتاع ومكلفين ولاد اللذينه. بركاتك يا عم سبيلبرج يا جامد. في 67 الطيران الإنجليزي كان ايه يا عم سيد؟ تقصد في 68؟ لا خلاص. لا قول كان ايه؟ انا راجل ديمقراطي واحب اسمع حكاياتك. هموت. لا خلاص. ايوه كده. You have penetrated an airspace for the United States of America. عم سبيلبرج قال اكشن يا خواجه ولا ايه؟ Identify yourself. Identify yourself. سيلفي؟ ده وقت سيلفي ده يا خواجه؟ تصوير ده ولا بروفة؟ طيب ما تنوروني. الراجل بيقول لك الرخص بينها لجنة ولا كمين ده؟ انا في فترة السماح يا خواجه، بجدد الرخصة كل 3 سنين. الله، انتوا هتتكاتروا علينا ولا ايه؟ يبقى بيقولوا كده بقى مثل، يبقى هم كده بيصوروا. شغل الاكشن يا عم سيد. الناس دي بتتغاشم يا عزوز وملهاش في السواقه خالص، خلي بالك. دي سينما يا عم الغاب انت. يعني مش بعيد تلاقي الطيارات دي كرتون اصلا. دول غشمة فعلا، بس تلاقي كل واحد فيهم عاوز يثبت نفسه قدام المخرج علشان ياخده في الفيلم الجاي. ما تدهمش فرصة يا عزوز. لا 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 لا. اعدل الفريرة يا عزوز، هرجع. مش عارف ننزل نقبض بقى ولا لسه في بريك وهنكمل شغل؟ شكلنا هنكمل شغل. الله لا. ايه ده نظام غل بقى، مش اكشن نضيف ده يا جماعه. الحق يا عم سيد، دول بيغفلونا. يا ولود قفزة الثقة. نموت بصاروخ احسن ما نموت خلعانين. نعناعة، حضري الخلطة يا نعناعة. هتعمل ايه يا مجنون انت؟ هم اللي ابتدوا يا عم سيد. الطيب احسن يا ابو الكباتن. كابتن عزوز ما يتعملش فيه الحركة دي ابدا، ولو حتى بهزار. الخلطة في بطن الفريرة شايلة الخلطة. استعنا عشاء بالله. احنا بطننا تستحمل خلطة الشطة اللي بتحطها نعناع في السندوتشات، انما انا عارف انت عاوز تقول ايه يا عم سيد. طياراتهم مش هتستحمل اللي بطننا بتستحمله. بالظبط كده. ما عشان كده انا هضربهم بالخلطة. يا راجل، طب مش تقول كده من الصبح؟ شوف، وانا اللي كنت فاكر انك هتضربهم بالخلطة. لا، وده كلام برضه. افتكر يا عزوز كويس ان اي حاجة هتعملها احنا في ظهر. ما هو ده العشم برضه يا عم سيد. سبحان الله، الطيارات ما استحملتش خلطة السجق ثانيتين. امال بقى لو كنت ضربتهم بخلطة الكبدة. ياد يا هيص، ما لمحتش ارض. شكلنا تونة وعم سبيلبرج هياكل علينا المصلحة. لا ما يعملهاش. لا، انت مالي ايدك قوي من الراجل ده كده ليه؟ دي مسألة ثقة بالنفس يا عم سيد. ما هو اخدان الحق صنع برضه يا عم عزوز، وانت ما تاخذنيش يعني. ايه يا اخي ما تبقاش كده، بهزر معاك. ايه ده؟ ايه اللي هناك ده؟ بينها ملاهي ولا حاجة. عامل زي بيت علاء الدين. طب وانت شفت بيت علاء الدين ده فين؟ في الكرتون.
الحق يا عزوز، عندنا ضيوف. خروشوف؟ ده احنا بيننا رحنا روسيا. طب خلينا والنبي يا عزوز نشوف كده. سرحان في ايه يا عم سيد؟ في الدنيا وبلاويها يا كابتن عزوز يا ابني. روق كده يا عم سيد، هيصة ما يقصدش انك حرامي، هو بس بيسأل علشان ما كانش لاقي التليفون بتاعه، فطبيعي يعني انك تسرقه. قصدي انك تكون اتخيلت بيه. لا عادي، سهلة ومش مستاهلة. انت عارف اللي يقعد يتأمل في البحر ده والسماء ويفكر في ما وراء الطبيعة هيوصل لرسائل كتير مش واخد باله منها. ده حقيقي. لا لا لا، ايه العمق ده يا عم سيد؟ وايه الحكم دي؟ قاعد مع سيد بوخارست يا جماعة. يعني بص مثلا، السما بعتلنا رسالة ان الجو النهاردة حر، اعملوا حسابكم. والبحر عمال يلف ويدور دوامات، ده معناه ان خد بالك البحر غدار. دي كلها مسج. بتقول ايه؟ ياه، ازاي الكلام ده؟ بتعمل ايه يا عزوز يا ابني؟ بوشوش الودع. وقال لك ايه بقى يا فالح؟ قال لي عم سيد ده برميل كذب. هات الودع ده اكسره، هات بقول لك، بلاش قلة ادب. ايه ده بس كده؟ هتعمل مخك من مخه، ده عيل صغير. ارجع البلد يا محمد، عمك بيقولك علشان لقى اثار وتماثيل وكيسين سكر. في حاجة يا عزوز؟ لا يا عم سيد، ده بيقول لي نزل كل تون ساند الجديد. الرسالة دي بجد ولا اشتغالة يا كابتن عزوز؟ مخبي ايه يا عزوز على الموبايل؟ شكلك وقعت واقف يا محظوظ. ماشي يا عم، براحتك يا ابو الكبات. انا ساتر وغطى برضه. طب اروح لعمي ولا بلغ عنه؟ لا لا لا، انا مش فاهمك يا عزوز خالص. سلام. دي ورقة يا حضرة الضابط فيها كل حاجة حصلت في الفترة الأخيرة، عدد السمك في البحر وأنواعه، أسعار سندوتشات الشاورما كايزر والكبير، أجر عبد الله السعيد، أجرة عربيات بولاق لواء وعدد الكراسي، حقيقة المليون اللي لابس أصفر ومين اللي مشغلهم وملبسهم كده. كل ده معاك في الورقة، والورقة وش وظهر، خد بالك. إيه ده؟ هيصة؟ مفاجأة غريبة، ما تفهمنيش غلط يا هيصة، ده الواد جو ابن خالتي، أرجوك فهمني، ما تظلمنيش، شايف دموعي. دموع في عيون وكحة. سلم نفسك يا كابتن. غفر العمدة محوطين المكان، أقصد يعني غفر السواحل محوطين المكان. حاسب يالا هيصة. لا عزوز، كابتن عزوز، لا. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ايه ده؟ ايه الحلم ده؟ ولا ده مش حلم، ده كابوس. كابوس، اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الو، سلام عليكم. انا مين؟ انا محمد يا عمي، محمد مش الكابتن عزوز، انا محمد. انت عامل ايه؟ محمد يالا يا عمي اللي بعتله رساله انك لقيت الحاجه. محمد ابن اخوك، انت اللي كاتب كده. جالكم كلامي؟ يعني كمان طلع اسمه محمد وبيشتغلنا؟ يبقى الحلم بتاع امبارح حقيقه. يا خساره يا عزوز، قصدي يا محمود. يوه محمد، يعني الرساله جت بالغلط. بقول لك ايه، انا ماليش دعوه، فيها لخ فيها يالا عم. ماشي اتفقنا، الساعه 3 بالظبط هنتقابل عند محطه الرمل الكتير قوي. مع السلامه يالا يا عمي. واوعى رجلك تغرز في الرمله. على فين يا عزوز بيه؟ ايه ده؟ انتوا هنا من امتى؟ من ساعه ما كان اسمك محمد. فيها يا نبلغ ونخفيها. خلاص ماشي، بس اسمعوا الكلام علشان دي عالم خطر قوي، عايزين واحد مخلص زي حالاتي. اللي انت شايفه غلط نعمله يا كابتن محمد.
حد عدى ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا وقال قالوا عن بهية ظلموا البنية. ظلموا البنية. مظبوط. يلا بينا يا معلمين. يلا ايه، هنخاف يعني منك ولا يكونش هنخاف من الرملة يعني؟ ايوه يا عزوز ايوه. افتح عليهم شوارع وحواري بالكلام. احنا بقالنا ساعة ماشيين، انا مش سايق 4x4 دي ماشية بالبركة كده. المفروض نلاقي علامة مميزة. في علامة جمجمة هناك، يمكن هي دي. قرب منها كده يا عزوز. الفريرة بتغرق، الرمال دي باين عليها رمال متحركة. قصدك ايه بالكلام ده؟ ما توترناش. ايه ده؟ قصدك متحركة اللي هي بتموت الناس؟ ايوه. يا نهار اسود، هنعمل ايه يا كابتن عزاز؟ وانا مش عرفني انا خايفة قوي. طب يلا ننط ولا ايه؟ هو حمام سباحة؟ ما لو نطينا هنغرق. بس يا جدعان يا ريت ما نتكلمش كتير عشان الاكسجين ما يخلصش. اكسجين ايه اللي يخلص؟ احنا واقفين في الطل يا عم سعيد. معلش يا ابني، بحاول افتكر كل التعليمات اللي سمعتها في حياتي في مواقف الطوارئ دي. انا شايف ان حد ينزل يتأكد واحنا نمسك. فكرة هايلة قوي، ربنا معاك يا معلم، احنا هنمسكك كويس ما تقلقش. ايه ده؟ انا مالي؟ انا بقول اي حد، ما قلتش انا. اتكل على الله يا هيصة، انت شاب تافه ولسه العمر قدامك، انما انا ما عنديش وقت خلاص اجرب حاجات جديدة. هو ايه اصله ده؟ يعني عيش عيشة فل يا ننط احنا الكل. طب اسمعوا بقى، احنا كلنا كده نمسك ايد بعض وننط ونقاوم لحد ما نعدي الرملة دي ان شاء الله. يلا بقى امسكوا كويس. خليك انت هنا يا نعناع جنب الفريرة. ليه يا اخويا؟ هي كانت من بقية اهلي هتموتني عشان المرجحة دي؟ مرجحة دي لحم كتافك من خيرها يا قليلة الاصل. يلا يا جماعة بقى، 1 2 3. يا رب لو كان اللي بيحصل ده بسبب البنزين اللي كنت باخده بالفريرة واروح ابيعه للعيال بتاعت التكاتك، فسامحني سامحني مش هعمل كده تاني. هبيعه للعيال بتاعت الموتوسيكلات بس. انت بقى اللي كنت بتعمل كده، وانا اقول لك احنا بنفول 9 مرات في اليوم يا دي هيصة، تقوم قايل لي ما هو موتور الطيارة بيحرق بنزين جامد قوي يا كابتنة. الله يسامحك يا هيصة. لا يا هيصة يا ابني، اللي احنا فيه ده مش بسبب البنزين اللي انت كنت بتسرقه، ده بسبب ان انا كنت باخد الفريرة بالليل من وراكم واشغلها دق امبابة. ده انا كنت بعمل فلوس. وانا اقول الخدوش اللي بلاقيها كل يوم دي والمرايات اللي بتتكسر اتاريها بسببك انت. الله يسامحك يا دي هيصة. وانا مالي؟ انا مالي طيب؟ ما انت اللي فتحت الباب للشيطان. انا كمان حلمت بيك انك جاسوس لاسرائيل وصدقت الحلم. سامحني سامحني يا عزوز اخويا. ادعي عليك بايه اكتر من اللي احنا فيه ده؟ ما تظلموش يا عزوز، انا السبب. انا كنت باخد زيت الطيارة اعمل به الاكل اللي ببيعه، والناس كان بيجيلها حموة على صدرها، فكانوا يرجعوا لي تاني يا اخويا يشتروا مني حاجة ساقعة. الله يخرب بيتك يا عم سعيد. قصدك هيصة؟ لا يا جدعان، انتوا مالكوش ذنب في حاجة، انتوا هنا بسببنا. احنا كنا بنشتغلكم وحاولنا نستغلكم عشان نطلع الكنز، وبعدها نسرق منكم الفريرة ونطير بيها. يا ريت تسامحونا، احنا اول واخر مرة نعمل الموضوع ده. احنا اصلا كلية زراعة قسم فاكهة. لا يا جدعان، كل ده كان بسببي انا. ايوه، انا كنت باخد من كل شغلانه فلوس كتير قوي وما بدكمش منها حاجه خالص، عشان كده ربنا بيعاقبني. يا رب يا رب يا رب. الله، ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه عندكم؟ خلينا يا ابني نموت في هدوء. خليك بعيد لا تغرق معانا، وشوف لنا حد يطلعنا. الله يبارك لك. الله، يطلع لك منين يا خالتي؟ خالتك في عينك. كلم الشرطه، قول لهم كابتن مقاتل عزوز بيغرق وتعالوا انقذوه. ده انا هكلم الشرطه تقبض عليكم، ده اهدار ملعب. ايوه صح فعلا، كلم البوليس وهاتهم، وان شاء الله تقول لهم اللي احنا مجرمين سفاحين قتله. هاتهم ابوس ايدك، بس المهم يطلعونا من الرمال المتحركه ديت. رمال متحركه ايه؟ انتوا مجانين. هي فعلا ما بتتحركش بقالها حبة.
هي شكلها بتتحرك الصبح بس وتريح بالليل. هي لا بتتحرك الصبح ولا بالليل ولا هتتحرك اصلا غير لما نشيلها احنا ونحركها. معلش بس يعني انا مش فاهمه حاجه، هو انت بتقول ايه؟ وبعدين هو انتوا مين؟ انتوا جن ولا ايه؟ ولا جن ولا حاجه، ده مشروع حفر مترو الانفال خط الرابع، واحنا شغالين هنا، ودي الرمله اللي نقلناها من مكان الحفر وهنردم بيها تاني لما نخلص. وانتوا بقى كنتوا بتسرقوني وتضحكوا عليا، ها؟ ده على اساس ان انت ما كنتش بتضحك علينا وتستقردنا. الحمد لله يا رب اتعلمت الدرس. انا غلطت لما فكرت اخد حاجه مش بتاعتي، بس برضو ربنا بينكم على حقيقتكم. كنت فاكركم بتحبوني، انا مش عايز اعرفكم تاني. بس احنا بنحبك يا كابتن عزوز. بس انا زعلان. صالحك بقى وسامحنا. زعلان بقول لكم، انا زعلان اهو، زعلان اهو، زعلان 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 والله. نظف كويس يا هيصة، انا جايب لك كيسين مسحوق بحالهم تنظف بيهم. ما تقوم تنظف بنفسك. بتقول حاجة يا هيصة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لولا انك راجل كبير انا كنت مسحت بيك بلاط الفريرة. وانت لولا انك عيل صغير كنت، ولا بلاش. اشتغل انت وهي واسمعوا كلام عم سيد بالحرف. عايز ايه ده كمان؟ يلا يا عم ربنا يحنن. يا ابني انا مش جاي اشحت، انا جاي اسأل. بس يا عم سيد ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده راجل كبير برضه. الله يسهلك يا حاج. انا بسأل على الكابتن عزوز وجاي له من طرف الكابتن شوقي غريب من عند موقف السوبر جيت. ياه، الكابتن شوقي غريب ده حبيبي. أمر يا حاج، محتاج ايه؟ انا كنت بدور على شغل والكابتن شوقي بعتني ليك. وكابتن شوقي ما شغلكش هو ليه يعني؟ ها؟ هو عنده عمالة ومضيفين زيادة، ما رضيتش يا أخي أتقل عليه. وانت فاكر نفسك هتنفع مضيف ولا ايه؟ الله يسامحك يا ابني، الله يسامحك. هو بيهزر معاك يا حاج، ما تزعلش. بس انت اصلك يعني ما تنفعش مضيف ولا مضيفة. وانت طول حياتك بتدور على شغل. على كده انت لسه بتكون نفسك. ايه قلة الادب دي؟ بتتريق على راجل قد ابوكي؟ تعالى يا اسمك ايه؟ ابراهيم لاسلكي. لاسلكي؟ طب تعالى بقى اعمل مكالمة من عندك. بهزر معاك بقى. شوف له نومة في المخزن يا عم سيد. مفيش مكان. اتصرف يا عم سيد، في ايه؟ هنشوف لك شغل معانا. لو سمحت يا ابني كده، انا هاخد كام في الشهر بقى؟ هتاخد على دماغك. انت فاكر نفسك دكتور ولا ايه؟ انت هتشتغل يا عم لاسلكي مقابل لقمتك ومكان نومك. زي بعضه. الحمد لله على كل شيء، احسن من نومة الشارع. بس الاول بقى قول لي ايه شنطة محصل الكهرباء اللي انت ماسكها دي كل ما املك، عصارة السنين كلها، ده كتاب حياتي. وانت جاي تنام؟ قوم فز اشتغل. حاضر يا معلم، حاضر. معلش راحت عليا نومه. تصدق انا من صباحيه ربنا ما اكلتش حاجه يا معلم سيد. دي معلومة يعني ولا عايز تاكل؟ ما تقوم تجيب اكل لنفسك، انت فقير. وده كان اختراعي الاولاني، الزبادي بالمشمش. انا اول من اخترع النكهات في العالم. ده انت كداب قوي. اول واحد اخترع الزبادي بالمشمش هو العالم الجليل خليل فراجيلو، وبعد منه جه حامد جهينة عملها بالفراولة، معروفة يعني. لا بس بص يا نعناع، الورق مرسوم عليه مش متقطع وريحته باينة اهو. انت لسه شفت حاجة؟ طب تعرف انا تاني واحد اخترع شيبسي بالملح. يا لهوي عالكد.
أول واحد اخترع الشيبسي بالملح هو محسن الملاح. بس ملحه كان زيادة، أنا اللي دلعته. صح، الورق حادق قوي. أنا دلوقتي شغال على شمع أعياد البلاد. هعمل منه أرقام وممكن حروف. هايل يا كابتن، هايل. انت على فكرة جواك بذرة مخترع هتنبت ان شاء الله. فعلا انا جوايا بذرة مخترعين. زمان كده كنت عايز اعمل عصير دوم، وفعلا الحمد لله نجحت وعملته وشربته وتعبت بعديها. وإيه الجديد؟ الاختراع ده عمله فرغلي من سنين، وعصر كمان سبانخ وتين. بقول لك ايه يا عم لاسلكي، تعالى بقى نتكلم جوه كمخترعين مع بعض، بعيد عن الهواة اللي هنا. وبعدين بقى يا عم سيد، بقالك ساعتين مش عارف تصلح الموتور. بفنش خلاص يا سيدي. شوفوا كده يا هيصة لا تكون حجارته فضيت. السلك الأحمر مش مكانه هنا يا عم سيد. مش عرفك انت، هي كلها بقت بتفتي، ما تيجي تقف مكان احسن. لا اقف مكانك ايه؟ ده انت الخير والبركة. طبعا يا عم سيد، بس يا ريت بقى تخلصنا بسرعة، علشان عندنا طلعة الجمصة وطلعتين مولد السيد البدوي في طنطا. خلاص بفنش. وبعدين يا عم سيد لسه ما خلصتش؟ ما قلنا بنفنش خلاص. الله، بقالك 10 ساعات بتقول هفنش. شكلك ميكانيكي على ما تفرج. لو مش عارف تصلحها قول، نكلم الصيانة. صيانة ايه؟ ما حدش هنا يعرف يفنش اللي انا بفنشه ده. لا انا قصدي اجيبهم يعملوا لك انت صيانة. يا اخي ابعد من هنا، انت من ساعة ما جيت واحنا اتنحسنا. هو كان بيقول لك ايه يا كابتن عزوز؟ ها؟ بيقول انك خربت الموتور ومش عارف تصلحه. انا ما فيش موتور يستعصى عليا، انا مصلح نص تلاجات مصر، والنص التاني هم ما همش تليفوني، كانوا جابوني يعني. تسمح لي؟ وريني كده يا ابو العريف. الموتور ده مش شغال. يا فرحتنا بيك، جبت التايهة. صحيح يا عم لاسلك، انت جبت ايه جديد يعني؟ اصبر بس يا كابتن، اصبر. الله اكبر، الله اكبر. اي خدمة يا كابتن. ايه ده؟ انا مش مصدق عينيا، ده انت كنز يا عم لاسلك. بصوا يا جماعة، لمسها بس كده راح مشغلها. من النهاردة انت يا عم لاسلكي المسؤول عن الهنجر، وعم سيد ينزل المطبخ بقى مع نعناع. سنة 66 عملت أول طيارة ورق وطيرتها من على السطح، وكان عليها اسمي بالإنجليزي. بعدها سبت الطيران واشتغلت في المخللات، خللت 140 برطمان في أسبوع، ودخلت موسوعة جينيس وكتبوا اسمي بالإنجليزي. مالك يا عم سيد؟ بتبصلي كده ليه كأني بقول أي كلام يعني؟ لا أبدا، ده انت طلعت مخترع كبير كبير جدا انت كمان يا كابتن عزوز. انا ما بحبش اتكلم عن نفسي يا عم لاسلكي. انا مش عارف ريقي نشف فجأة ليه اهو. شايف؟ سامع؟ قوم يا واد يا سيد ناولني كوباية المية. ما هي في ايدك يا معلم. هو بيحب يشرب من ايدك انت. يلا قوم خدها منه واديها له تاني، ما جراش حاجة يعني. القوالب نامت والانصاص قامت ولا ايه يا جدعان؟ مخصوم منك شهرين، وبعد كده هتنام على جناح الفريرة ومن غير غطا. معلش عشان خاطري، ده مهما كان عم سيد برضه احنا نديله غطا. تعالى يا عم سيد لم معايا الغسيل وتخلص وتيجي تنظف الفريرة. ايه صحيح، دوام الحال من المحال. خلص واكنس الشارع بره. حرام عليك يا هيصة، الله ايه اللي افترى ده مهما كان روح بردك. ده لسه هبعته لمديح اختي يغسل معاها السجاجيد وينزل الستاير ويجيب حاجات من السوق. انا راجل مسن يا اخوالنا،
حرام عليكم ارحموني. طب ما انا مسن من زمان وكنت بتبهدلني، والبنت نعناعة ديت ماشيه بالعلاج من زمان، انت عمرك ما رحمتنا. تعالى يا عم سيد، روح هات لي المكوى، وانت راجع هات لي ايس كريم بالتوت. والله يا زمن. النهارده هنجرب الاختراع الجديد اللي هتتكلم عنه صحافة العالم. ده أول باراشوت هاند ميد في العالم، هنجربه فيكم. طبعا الاختراع ده ساعدني فيه عم لاسلكي. ها جاهزين؟ كل واحد ياخد له كيس زبالة ويربطه بالحبل حوالين وسطه. اكياس زبالة؟ انت عايز تموتنا؟ معلش يا كابتن عزوز، ما يوعاش على علمك، دي اكياس هيليوم قط. مش عاجبك يا عم سيد؟ خد بعضك وانزل. دي اخرتها يا عزوز يا ابني. ثم انزل ازاي انا يعني؟ ها انا هقول لك تنزل ازاي. تربط الحبل وهوب تنط. بس احنا وزننا تقيل على الحبل والكيس، ناخد كيس تاني بقى ولا ايه؟ ما فاتتنيش دي واخترعنا لها حاجة برضه. خدي انت وهيصة الحباية دي. ده ايه دي يا عالمي؟ دي حباية الوزن، هتخليكوا في وزن الريشة وهتطيروا لحد ما تنزلوا البحر على مهلكوا كأنكوا عصافير طيران. وانا عايز حبايه. معلش الشريط خلص يا عم سيد، ربنا يتولاك انت بقى. يعني ايه؟ هنط من غير حبايه؟ ده انا عايز حبايتين لوحدي. يلا بلاش رغي كتير، الأكياس هتتقطع. يلا كله يستعد للقفز. الحقونا انجدونا يا لهوي يعني. أنا شكلي اديتهم حبوب الضغط بالغلط. ولا يهمك يا عم لاسلكي، كل اختراع في العالم ليه فران تجارب. يعني مش زعلان مني؟ وازعل ليه؟ قعدتك بالدنيا يا عم لاسلكي. يلا حصل خير، خدوا الشر وراه. يعني انت ظابط في اسم امبابة وعايزني انا اقف جنبك، يبقى هكلم لك خالي عمدة البنك الزراعي ينقلك الرحاب او التجمع. ما انت لو تسكت 5 دقايق على بعض وتسمعني هتفهم انا عايز منك ايه. اتفضل يا باشا، اديني سكت اهو. في مهرب اثار كبير وقاتل محترف قاعد في بيت في امبابة ومش عارف امسكه. مش مكسوف من نفسك والنبي وانت ظابط كده ومعاك مسدس حقيقي وتقول لي مكسوف اقبض عليه ولا مش عارف امسكه ازاي؟ يا غبي افهم، المجرم ده عرفنا كلنا في الاسم، من اكبر واحد لاصغر واحد. فاي حد فينا بيقرب من المنطقة الرجالة بتوعه بيبلغوا، فبيخبي الاثار والاسلحة ومش بنمسك عليه اي دليل. انا عايزك انت تقوم بالمهمة دي. فهمت. انت عايز تستغل اني انا طيار واودي له بيتزا سجق وسط واقبض عليه. انا اسف يا باشا، انا طيار جوي مش ارضي. هتشل والله هتشل. ايه ده؟ طيب انا اسف يا سيدي، انا اسف. هو كلمك وحجز الفريرة للتمويه علشان يسافر بيها مشوار يظبط فيه شغلانة واداك عربون. ايه بقى ده؟ عايز تقاسمني في رزقي ورزق الفريرة؟ افهم بس، انت تفهمه انك تاجر اثار وانتيكات، فهيفرجك على البضاعة اللي عنده وساعتها نقبض عليه متلبس. انا اخترتك انت علشان هو جاي لك لحد عندك هنا في الفريرة بتاعتك. عايزك بقى انت ورجالتك تفهموه ان انت شخصية مهمة، تاجر كبير. بس ده موضوع خطر ويخوف. ما تخافش، انا هدربك على كل حاجة قبل ما تقوم بالمهمة. ماشي يا باشا، وانا ما اقدرش ارفض ابدا خدمة الوطن، بس يا ريت بقى تشيلوا لي المخالفات اللي على الفريرة. انا اتلقطت 40 مرة رادار في يومين. حاضر من عينيا. اهم حاجة الموضوع ده يفضل سر بينا، حتى رجالتك ما يعرفوش غير وانتوا رايحين المهمة. اتفقنا؟ سرك في بير يا باشا. اتكل انت بس على الله قبل ما حد يشوفك وتبوظ المهمة بسبب صوتك العالي ده. اشوفك بالليل. يلا سلام. مع الف سلام. وصل حضرة الضابط يا هيصة لحد بره. فوضت امري ليك يا رب. مين اللي كان قاعد معاك ده؟ ده الضابط ايمن بتاع اسم امبابة، عايزني في مهمة سرية عشان البهوات مش عارفين يمسكوا تاجر اثار، فطالبين مني اساعدهم. اصيل يا كابتن عزاز. بس يا نعناع هتفضحينا. ألا دي مهمة سرية، وزعي حاجة ساقعة على الناس من غير ما تقولي السبب ايه، خليهم متشوقين كده لحد ما نقبض على الراجل ده.
اللي هيقوم بالمهمة مين؟ عزوزة الجميلة اللي هو انا. اللي لابسة طاقية وإيه؟ طاقية وببرونة. انا نطي نطة يا عزوزة. هي هي انتوا بتهببوا ايه؟ الله يخرب بيوتكم يا ابني. هو انا فهمتك انك طالع رحله؟ معلش يا باشا، زمايلي فرحانين وبيحتفلوا بيا. زمايلك ايه؟ هو انا مش منبه عليك ما تقولش لحد؟ ما هم سيد ونعناع وهيصة بس اللي عرفوا. دول بس اللي عرفوا؟ ده انا كان ناقص اسمعها في شريط حمائي. ركز علشان هتتصل بالراجل ده دلوقتي، تاخد منه ميعاد لبكره. ما بيردش يا باشا، شكله نايم او في الحمام. الو، مهرب الاثار معايا يا غبي. المعلم رمسيس معايا. انا عزوز من طرف ايمن الضابط بتاع. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ معاك عزوز. ما سمعتش عني ولا ايه؟ لا مش واخد بالي. لا ابقى خد بالك بعد كده. حضرتك حاجز عندي رحله على الفريره. معاك عزوز اكبر تاجر لعب اطفال في مصر. هموت، هيموتني. ايوه خير، عايز ايه؟ خير عايز ايه؟ ما تتكلم كلام معلمين كبار يا معلم رمسيس. انا عرفت ان عندك بضاعة جديدة وزبونها عندي والفلوس كاش. حلوة الدخلة دي حضرة الظابط؟ يا سيدي ايوه حلو، كمل. انت مالك بتعاملني كأني اهبل كده ليه؟ لا ايوه يا معلم، اقابلك بكرة لو انا فاضي يعني على الفريرة. هستناك انت والبضاعة وعلى الله تتأخر. يلا من غير سلام. شفت بقى؟ شفت قفشت عليه ازاي؟ أحسنت يا عزوز يا ابني. ده أنا نفسي نسيت إنك عزوز وصدقت الشخصية اللي أنت قمت بيها دلوقتي. موهوب يا ابني من يومك. انتوا بتعملوا ايه؟ هو كان بيكلم حبيبته؟ ده مجرم خطير، ولو ما سمعتوش الكلام حياتكم هتبقى في خطر. لا يبقى بلاها المهمة دي. لا يا حظابط، شوف لك ناس تانية، العمر مش بعزقها. طب وبلدنا اللي سرقها الراجل ده؟ إحنا معاك يا باشا، تمام. بس يا باشا الموضوع ده هيتكلف والفريرة بتاكل بنزين يعني كتير. ما الراجل هيجيلك لحد عندك وحاجز الفريرة. بنزين ايه؟ افرض طلب يتفسح، دخلنا في مطاردة ولا حاجة، محدش ضامن. بلدنا اللي هتدفع لك اللي انت عايزه يا عزوز. لا يا باشا، العملية دي كلها من جيبي. مصر أولى بفلوسها. أصيل يا عزوز. خد خلي القلم ده معاك علشان يصور كل حاجة بتحصل. هستأذنك بس اخد القلم ده بعد العملية. تاخد ايه؟ ده عهدة. تعالى معايا علشان افهمك هتعمل ايه. هو اتأخر كده ليه؟ اهو جاي هناك اهو. طب يلا يلا استعدوا بسرعة. انطق كلمة السر. محدش قال لي كلمة سر. انت كده صح. مين ده؟ اقتلوه! اهدى بس يا سيادة رئيس العصابة، أنا المعلم رمسيس اللي كلمتك امبارح. لا مؤاخذة. اتفضل اقعد. أنا جبت لك البضاعة. لا ده احنا كده بقى نتفرج. ده تمثال أمن حطب الثامن. التمثال ده في شنك. هو إيه ده اللي في شنك؟ لا أنا كنت بختبرك بس، أنا ماليش في التماثيل. بحسب. شيك قوي القلم ده، أنتيكة. لا وبيصور كمان، ما يغلاش عليك يا ابو المعاليم. اتفضل هدية تعارف. متشكر قوي يا سيادة رئيس العصابة. معاك ايه تاني غير التمثال ده يا معلم؟ أنا معايا مقبرة رومانية لسه مطلعينها، تلزمك؟ طبعا، بس خلينا في محوطب الأول اللي انت جايبه ده، وبعد كده نشوف المقبرة دي. اتفضل ادخل يا حضرة الضابط أيمن يا بتاع اسم امبابة. سلم نفسك يا معلم رمسيس، المكان كله محاصر. قوي يا باشا. بقى كده يا سيادة رئيس العصابة؟ أنا مش رئيس العصابة، أنا الكابتن عزوز. نقبكم طلع على شونة. التمثال ده في شنك. بتتكلم جد ولا بتهزر يا معلم؟ أهزر معاك ليه؟ عن إذنك يا حضرة الضابط المهم. ضيعتنا بغبائك. أنا مالي، هو أنا زي حواس هفهم في الآثار؟ هات القلم بتاعنا. ما أنا اديته للمعلم رمسيس هدية. اديته لمين؟ يعني القلم معاه؟ يا غبي ده عهدة. برافو عليك يا عزوز يا ابني. كده هنسمعه ونشوفه ونعرف مكان المقبرة اللي قال عليها.
ما انا لما لقيت التمثال بقى بيلق كده في ايدي شكيت وقلت لازم اعمل بلان بي. برافو يا عزوز، احييك. فكرة حلوة انك سبت له القلم. القلم دلوقتي مع رمسيس. ايه؟ متابعينه؟ البضاعة الأصلية بره في العربية؟ سجلوا له وتابعوا كل حاجة بتحصل. طب يلا قبضوا عليه بسرعة. أشكرك يا عزوز، أشكركم يا رجالة. بلدنا بتحبك يا عزوز. اللي نجح في المهمة مين؟ عزوزة الجميلة. نطي نطة يا عزوزة. هي لعلم حضرتك انا بقالي فترة كبيرة قوي برفض الظهور في الاعلام نهائيا. الفضائيات لمت قوي بصراحة، بس انا ما اقدرش اقول لا للاستاذة منى الشاذلي ابدا. بس ده مش برنامج استاذة منى. قصدي يعني ما اقدرش اقول لا للاستاذة ريهام سعيد. هو انتوا فعلا حالة انسانية، بس ده مش برنامج استاذة ريهام برضه. ايوه صح. ايوه قصدي يعني اني ما اقدرش اقول لا ابدا للاستاذ عمرو اديب. ما تضيقش قوي كده يعني. استاذ عمرو هيسيب برنامجه وينزل يعمل معاك فقرة ليه يعني؟ رونالدو، ميسي، مين دول يا كابتن؟ احنا مش ايه كابتن دي؟ ما تتكلم كويس يا ابني. شايفني بشورت يعني؟ مش حضرتك كابتن طيار؟ صحيح. ايه ده انا قفشت ليه كده؟ حضرتك المهم يعني انا كنت عايز افهمك اني ما اقدرش اقول لا للاستاذ خيري رمضان. طب امال حضرتك بتقدر تقول لا لمين طيب؟ هو انتوا برنامج ايه بالظبط؟ احنا برنامج 7 سياحة، وعايزين نعمل مع حضرتك وفريقك تقرير عن الشخليلة. اسمها الفريرة. الفريرة يا برنس. برنس؟ انا المعد يا استاذ. وايه المعد ده؟ لا مؤاخذة مش فاهم. المعد يعني من الاعداد يعني كنت من اعداد القادة يا خي. كل عيش انت في منطقتنا. الاستاذة المذيعة فين؟ ايه الناس دي؟ يلا قبل ما يموتونا. وتبقى اعداد ميت. يا مدام عزة. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم 7 سياحة. النهاردة احنا في مطار امبابة عشان نشوف الاختراع اللي حير العلماء وقطع الأشلاء وبعتر الأشياء. يا ساتر يا رب. البقليلة. كابتن عزوز صاحب ومدير وقائد البوليكا، ممكن تحكي لنا كيف نشأت البوليتيكا؟ الفريرة يا أستاذة، الفريرة حلم جدي ومشروع وكل حاجة بالنسبة له. والفريرة يا سيدتي مش مجرد بتاع، دي تاريخ، دي قصة كفاح مش جاية على المرتاح. يعني عرق، دم، دموع. خلاص بقى يا حاج عزوز، قطعت قلبي. بكرة تفرج وورشة الخردة بتاعتك ترجع تتملي بضاعة من أول وجديد، وتبقى الأشياء معدن. أنا بس بقى أعيط علشان عندي فلات فوت ورجلي وجعتني من كتر الفرق. خدت بالك من الدموع؟ لسه العرق والدم هنجيلهم في القصة، اسمعي. لا، والفلات فوت بيحز في نفس الواحد بالجامد فعلا. بس بالحق، هو احنا بنفرق في الشوارع ليه من صباحية ربنا؟ أنا نفسي اتقطع وبصب عرق. أهو العرق أهو. صحصحي بقى للكلام كده معانا. واحنا بندور على ايه بالظبط؟ أنا بسأل عشان لو لقيته أعرف وأفرح وكده. بدور على إلهام. إلهام؟ إلهام مين؟ إلهام يا سيد، يعني فكرة، إشارة، علامة، حاجة ترشدني، تدلني، تنورني، إيه ده؟ الله أكبر! أخيراً! شكراً يا رب، شكراً يا رب، شكراً يا رب، شكراً يا رب.
الحمد لله على كل شيء طبعا. بس انت بتتكلم على المروحة؟ هي دي إلهام؟ انا خلاص عرفت هنشتغل ايه يلا يا عم سيد. احنا هنبطل نشتغل في الخردة، احنا هنعمل طيارة، وادي اول قطعة فيها المروحة الجانبية. شكرا على العلامة يا رب، شكرا يا رب. طيارة؟ لا بقى، أنا نفسي في غواصة. انت جيت في جمل، اعملها لك طيارة وغواصة كمان. شكرا يا رب. انا سمعت كل حاجة وما فهمتش اي حاجة طبعا كالعادة. بس بما ان الحاج عزوز قال طيارة والحاج سيد قال غواصة، انا بقى بقول ان هي سفينة. وهزيد برضه في الزيطة. وهو فيه أحلى من الأسفلت وعفاريت الأسفلت؟ ما نحط رجلنا على الأرض ونخلينا واقفين كده على حاجة سوليد. وعربية، عربية علشان نعناع ما تزعلش. هتبقى أسرع طيارة وغواصة وسفينة وعربية فيك يا مبابة، وهسميها الفريرة. أخيراً يا رجالة، بعد سنين وسنين من التعب والعرق والدموع قدرنا نحقق حلمنا ونصنع الفريرة. انت فيك شيء لله يا حاج عزوز. فاكر العلامة؟ فاكر المروحة اليمين دي؟ معقول أنسى يا سيد؟ صدفة زي دي ربنا بعتها لي علشان أغير حياتي كلها. مين يقول إني ممكن أتكعبل في مروحة طيارة وأنا بدور على حلمي؟ حلمي؟ انت مش فهمتني انك بتدور على إلهام؟ يلا مش مهم، المهم ان العلامة غيرت حياتنا كلنا. تلاقيها كانت مروحة طيارة قديمة من مخلفات الحرب العالمية الأولى. يرزق التعبان في الشق. تصدقوا أنا أول مرة أسمع حكاية المروحة دي. هي عقلك المحدود يا بنت يا حاجة نعناعة ما كانش ممكن يستوعب عظمة الموقف ولا جلال العلامة ولا ده شفاط الحمام بتاع أمي. أصلك أنا رميته ديك النهار في المطار علشان يعني قدم وبدأ يخرف ويلخبط ما بين الشفط والطرد، والصراحة الموضوع ده عمل ماشي. شفاط حمام مامتك. شفاط حمام مامتك؟ شفاط حمام مامتك يعني ايه؟ مفيش علامة؟ كنت ماشي ورا سراب. انت مش إلهام ولا حلمي. ومات جدي بصدمته، بس قبل ما يموت وصاني بشدة إن السر ده لازم يموت معاه، وإني أنسى كل الكلام ده تماما، وإن مفيش مخلوق يشم خبر عنه، وإني أكمل اللي هو عمله وأحقق له حلمه الفريرة. وعلشان كده أنا صممت إن كل الناس تعرف قصته علشان أخلد ذكراه لا ما شاء الله نبيهة قوي، بتنفذ وصيته بالحرف. دي قصة مؤثرة جدا جدا فعلا، أما قصة عبرة صحيح. قلتلك. إنما احنا شفنا الدموع والعرق بس، فين الدم؟ هي مش المروحة وقعت على رجله؟ يبقى أكيد اتعور وخر دم. كات، الإعداد فين يا إخوانا؟ مش تحضروا شغلكم قبل ما أجي أصور؟ ده كلام ده؟ قالك دموع وعرق ودم وشفاط. شفاط إيه بس؟ هلا هي قفشت ليه كده بس؟ ما بتستحملش منظر الدم؟ جمهوري يقول عليا إيه؟ أفلس؟ ما تهدي علينا حبة عسلية. عسلية؟ طب اغسل لها وشها كده واتفرج عليها.
هتلاقيها شبه سامح حسين. جدو عنده فلات فوت؟ لو مش هنقدم للناس حاجة ليها قيمة يبقى نقعد في بيوتنا. طب والله نظرية برضو. شوفوا لي لو نلحق نروح نسجل مع الفنانة التي أثار الفستان التي ارتدته في عيد ميلادها سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، أو الفرخة اللي بتكتب حكم وأقوال مأثورة بالحبوب. مكياج. وانا اللي كنت بدأت اتأثر. طب والله الفلات فوت كان اعمق. طب ينفع نيجي معاك نشوف فستان الفنانة؟ يا أستاذة، يا أستاذة.